احنا اليوم تنخلدوا الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. هذه المسيرة الذي أبدعها الراحل جلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراه، واللي تم يعني المسيرة من العدو ولي العهد أو الملك محمد السادس نصره الله. مسيرة النماء، مسيرة الازدهار، مسيرة الاقتصاد، مسيرة التطور، مسيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والمناسبة أنه تزامنت مع القرار الأممي 2797. هذا القرار الذي أعطى الشرعية وجاء كانتصار للشرعية والدبلوماسية المغربية. القرار يعني بحمولته أو يعني اللي غادي يعطي واحد دفعة جديدة لهذه المسائل المفتعلة من جانب الخصوم، اللي تيفند جميع الأطروحات ديالهم. يعني اعتراف بالمنتظم الدولي غادي يعطينا واحد الدفعة كما قلت، المزيد من النمو والنماء والازدهار. كما تعرفوا المناطق الجنوبيه او الاقاليم الجنوبيه للمملكه هي ما عمرها كانت لطرف، هي ديما مغربيه. كانت عرفت مجموعه ديال الاستثمارات يعني اللي قامت بها الدوله المغربيه، اللي كانت يعني تتمشي بواحد السرعه، ولكن سرعه متذبذبه نظرا لمعيقات. اليوم كما قلت القرار جاء باش ننتصر للشرعيه وننتصر للدبلوماسيه المغربيه بقياده جلاله الملك محمد السادس نصره الله. احنا اليوم غادي نعرفوا ان شاء الله تطور كبير، انه عندنا مجموعه ديال الاستثمارات، من اهمها المشروع الاخير اللي هو الميناء الاطلسي. هذا الميناء كما تعرفوا انه عنده واحد دور اقتصادي واجتماعي، ودور اللي غادي يكون مهم بزاف، انه غادي يربط علاقتنا مع جنوب وغادي يفتح الافاق يعني الدول شقيقه وصديقه عندنا باش تولج هذا المحيط هذا. المساله الثانيه هو سيدنا الله ينصرو يعني عمل علينا بعيد اللي هو تيخل الذكرى ديال 31 من كل سنه اكتوبر من كل سنه، عيد الوحده، نظرا لانه يعني بيحسس المغاربه في تلاحهم وفي دفاعهم واستماتهم على الوحده الترابيه. عيد اللي سماه هو عيد الوحده. نتمنوا التوفيق للبلاد والعباد، نتمنوا النصر للسلطان، نتمنوا المزيد من التألق والازدهار لمغربنا الحبيب. شكرا. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.